اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي الغاليين، النهارده هنعمل مع بعض كده فيديو سريع. هنعمل مع بعض صلصه طماطم. طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين وبنعمل الحاجات دي عادي، فانا قلت اتشجع معاكم ونعملهم كده مع بعض. رحت السوق ولقيت الطماطم، اول السوق كانت الاتنين ب5. الاتنين ب10 يا بنات، يعني الكيلو ب5. الاتنين ب10، الكيلو ب5. على اخر السوق كده على الساعة 1 كان التلاتة ب10. فزي ما انتوا شايفين كده، دول 3 ب10، دول 3 ب10. وهنا حطيت 6 كيلو. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما غسلتهم بجيت اقطعها بالنص، ويعني 3/4 4/4. المهم تشوفي قلبها من جوه نظيف. زي ما انتوا شايفة كده، دول 6 كيلو ب20، وده 3 كيلو، ودول 3 كيلو، يعني جبت ب40. زي ما انتوا شايفين كده عملوا لي 12 كيلو يا بنات. وطماطم حلوة، طماطم حلوة والله يا بنات وجميلة. دي خضرة اللي عليها زي ما انت شايفة كده، طماطم نظيفة وكبيرة وحلوة. دلوقتي هنقطعها زي ما انت شايفة كده. غسلتهم وقطعتهم كده، وهحطهم على نار عالية، اسيبهم على النار شوية لغاية لما تتسبك خالص. بعد ما تتسبك اسيبها تبرد وارجعلك. اما دولة ودولة، ده هحطه في التلاجة زي ما هو كده، استعمل منه بقية الاسبوع. يعني ال3 كيلو دول هحطهم في التلاجة كده، استعملهم بقية الاسبوع. اما الكيس ده برضو هعمله في حلة تاني صغيرة عندي، عشان دي شايلة زي ما قلت لك 6 كيلو. فهعمل في حلة صغيرة ال3 التانيين دول، واحطهم على النار. واخليهم يستووا معايا. هحط هنا مجين مية بس يا بنات، مجين بس، لان الطماطم فيها ميه كتير فبتنزل ميتها. بس انا لو حطيتها الوقت من غير ميه فهتشيط، ف وهتتحرج يعني يا بنات من تحت، فلازم نحط لها ميه. هتحطي لها مجين ميه بس. وبعد كده هحطها على النار واسيبها لغايه لما تتسبك خالص. الميه هتنزل كل الطماطم هتنزل كل الميه اللي فيها، هتنزل ميتها. وكمان انا بعد ما بتنزل كده وتخس شويه هغطيها واسيبها على النار. بعد كده اول ما تنزل ميتها تبدأ تهدي عليها، وتسيبيها على نار هادية لغاية ما تستوي خالص. خليكي معايا واحدة واحدة، هوريكي وهي على النار. زي ما انتوا شايفين يا بنات، دول ال3 كيلو اللي هما التانيين. انا عشان ما اطولش عليكم قطعت الاولانيين، غسلتهم وقطعتهم، والتانيين برضو غسلتهم وقطعتهم. بس حبيت اوريكي كده انا بقطعها 4. ببص في قلبها كده نظيفة، مفيش اي حشرة من حشرات الخضار ولا اي حاجة. التانية نفس الطريقة يا بنات، بنقطعها 4 كده برضو. نبص فيها كده نظيفة برضو. كمل كل الكمية الطريقة دي. انا زي ما انتوا زي ما قلت لكم، انا عملت ال6 كيلو الاولانيين، وادي عملت ال3 كيلو التانيين. كده عملت 9 كيلو زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الحلة الاولانية على النار، وحطيت لها مجين مية. دي هحط لها برضو مجين مية وهحطها على النار. اما دول هخليهم في التلاجة استهلاك الاسبوع زي ما قلت لك، اكل او سلطة او كده. والباقي هعمله صلصة نخليه عندي في الفريزر. هجيب ميه وارجع لك. ده مقدار مج ونص يا بنات، مقدار مج ونص، عشان الحله صغيره. الكبيره حطيت لها مجين كاملين، لكن دي هحط فيها مج ونص بس. بعد كده احطها على النار تغلي، واغطيها بغطاها واحطها على النار تغلي لغايه لما تبدا كده تدخل في زي ما قلت لك نص سوا. وابدا بعد ما تدخل في نص سوا كده ابدا ايه، يعني الطماطم دي انا هوريكي واحده واحده على النار يا بنات، بس انا بقول لكم الخطوات. يعني ايه، اول ما تبدا الطماطم هتنزل ميتها وتغلي شويه، اروح اوطي عليها النار واغطيها واسيبها على نار هاديه لغايه لما تطيب. ان شاء الله اعملوا معايا الطريقه دي، هتاخدوا احلى صلصه طماطم زي بتاعه المصانع بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا حطيته ربع ساعه على نار عاليه، ومحطتلوش غير مجين الميه بس. زي ما انت شايفه كده الطماطم نزلت كل الميه اللي فيها، لان انا قلت لك الطماطم بتنزل ميه كتير. فالطماطم طبعا كلها ميه، فنزلت الميه اللي فيها. شايفين كميه الميه عليت ازاي؟ عشان كده قلت لك حطي مجين بس، ما تكتريش وتقولي ان هي هتتحرج ولا حاجه، لا هو مجين بس. لان لما بتغلي على نار عاليه بتنزل، وانا ببقى مغطياها بالغطا بتاع الحله، فبتنزل كميه ميه كتير وبخار، والطماطم بتنزل كل الميه بتاعتها. زي ما انت شايفه كده كميه الميه بقت كتيره فيها. دلوقتي وطينا عليها وسبناها كمان ربع ساعه،
ودلوقتي شايفين كده خلاص دخلت في 3/4 سوا. هغطي عليها واسيبها كمان برضو على نار هاديه نص ساعه، ربع ساعه تاني. يعني كده يعتبر خدت ربع ساعه على نار عاليه، ربع ساعه على نار عاليه. بعد كده هتاخد نص ساعه على نار واطيه. ربع ساعه اللي وريتها لكم دلوقتي، وهتاخد ربع ساعه تاني. وبعد كده نطفي عليها ونسيبها تبرد. بعد كده نضربها في الخلاط واوريكم بقيه الخطوات. طبعا نضربها في الخلاط لما تبرد خالص عشان الخلاط بتاعنا ما يتحرقش. طبعا شايفين كميه الميه بقت فوقها ازاي. طبعا لما نيجي نضربها في الخلاط مش هنضرب كل كميه الميه دي، ما تقلقيش. اوريكم الحله التانية. ادي الحله التانية برضو يا بنات على نار واطيه. برضو دلوقتي حطيناها في الاول ربع ساعه على نار عاليه، بعد كده دلوقتي على نار واطيه. هنسيبها برضو هتاخد لها ربع ساعه التانية. بعد كده ايه اوريهم لك هما الاتنين بعد ما يبردوا ان شاء الله. هما ربع ساعه تاني ويستووا. بعد كده قبل ما نضربهم هوريهم لك. زي ما انتم شايفين كده يا بنات انا بغطي الحله كده عشان البخار، عشان تسيب بسرعه. زي ما انتم شايفين كده يا بنات بعد ما خلاص الصلصه بتاعتنا طابت، طفيت عليها النار وسبتها كده بردت. زي ما انت شايفه الطماطم نزلت كميه ميه كتيره. طبعا مش هنضربها بكل الطماطم دي، هنحوش منها ميه. يعني مش هنضرب الطماطم بميتها دي كلها، لا هنحوش ميه منها ونضربها بجزء بسيط منها عشان تبقى تقيله ومركزه. زي ما انت شايفه طبعا ان هي استوت. انت لو حطها انصاص او ورباع فشايفه بتستوي بسرعه وبتدوب معاكي كده احسن، بدل ما تحطيها سليمه. لا كده ما بتاخدش وقت في الطيبان. شايفه اتهرت ازاي. هي كده دي المرحله اللي هي ايه، عرفنا خلاص ان هي كده استوت وسيبناها بردت خالص. كده نضربها دلوقتي في الخلاط. هضربها كلها عشان ما اطولش عليكي واحطها هنا وارجعلك. بصوا كده يا بنات زي ما انتم شايفين قلت اوريكم الخطوه دي برضو. احنا بنجيب حاجه كده ناخد فيها الطماطم، ننزل الميه بتاعتها كلها كده. بعد كده ناخدها نحطها في الخلاط. انا ضربت طبعا دورك يعني فيهم. انا حطيت الكميه كلها على بعض. طبعا بعد ما الحله الصغيره نكست خالص ودي كمان خست ونكست، فحطيت الكميه على بعضها فبقوا التسعة كيلو كلهم في الحله دي يا بنات. زي ما انت شايفه كده بناخد كده بكوبايه او بمعلقه او بكبشه اي حاجه وتصفي الميه كده. بعد كده نحط في الشفشه في الخلاط ونضربهم. وزي ما انت شايفه بعد كده بنطلعهم في مصفى زي ما انت شايفه كده. ونبدا ايه نصفيهم. هنصفيهم من القشر والبذور اللي هي بذور الطماطم اللي زي البذره دي يا بنات كده. بذور الطماطم والقشر عشان تبقى زي الجاهزه بالظبط يا بنات. بعد ما نضرب الكميه دي كلها من غير زي ما قلت لك من غير ميه، لان برضو الطماطم طريه. لو احتاجت هتاخد ميه قليله من الميه دي. وبعد كده بعد ما نضرب الكميه كلها ونصفيها هنا هرجع اوريها لكم. بس انتوا كده عرفتوا ان احنا خلاص هنضربها في الخلاط ونصفيها من القشر والبذور بالطريقه دي. مصفى عاديه خالص يا بنات زي ما انتم شايفين. وبنحطها كده في طبق بلاستيك ونصفيها. بتدوبي كده بالمعلقه وتصفيها كلها. بعد كده هرجع لك بعد ما اصفي الكميه كلها. زي ما انت شايفه كده يا بنات خلاص دي المرحله الاخيره. احنا خلاص كده ضربنا الكميه كلها وصفيناها بالمصفى. مصفى ألمونيا، مصفى سلك، مصفى رز يعني اللي هي السلك دي، او مصفى ألمونيا. اي مصفى عندك تصفي بيها البذور والقشر. زي ما انت شايفه كده عملنا البذور بتاعه الطماطم والقشر كله صفيناه. شايفين البذور والقشر شكلهم ايه. صفينا الكميه دي كلها. وزي ما انت شايفه كده بقت ناعمه خالص وتقيله. انا مخليها تقيله عشان تبقى مركزه يا بنات. انت ممكن تخفيها عن كده براحتك، لكن انا متقليها عشان تبقى تقيله تبقى مركزه. طبعا دلوقتي المرحله دي المرحله الاخيره. هنبدا نعبي في اكياس ونحط في الفريزر. وبعد كده نستهلك منها عادي من الفريزر. اما لو انت بقى عايزه تحطيها في برطمانات وتحطيها في التلاجة تستعملي منها، هتجيبي برطمانات جزاز معقمه كده. يعني دي برطمانات المربى عندي انا غسلاها ومعقماها ومحتفظه بيها. تجيبيها زي كده وتحطيها عندك. لو عايزه تمليها وتحطيها في باب التلاجة وتستهلكي منها طول الاسبوع، او تعملي منها البيتزا او تعملي منها الاكل، هتعملي ايه، هتعملي مرحله تاني غير دي اللي هو ايه المرحله الاخيره. يعني احنا كده لو في الفريزر هنستهلكها على طول هنعبي دلوقتي. اما لو هنحط في برطمانات في الدرج في رف التلاجة يعني هناخد مثلا جزء من دول مثلا نصه مثلا نحطه على النار تاني. تخليها تتسبك ازيد من كده يا بنات على النار لغايه لما ايه تتطير كل الميه اللي فيها وتبقى مركزه خالص زي بتاعه المصانع.
وبعد كده تعبيها وهي سخنة في البرطمان، وتجلبيه كده وتحطيه على الرخامة وهو سخن، وتسيبيه لغاية ما يبرد وهو مقلوب كده، طبعا يبقى مليان صلصة ومقفول، وتجلبيه كده وهو ايه سخنة الصلصة فيه لغاية لما ايه يبرد. وبعد كده تعدليه عادي البرطمان وتسيبيه لما تيجي تحطيه بعد كده بعد ما يبرد في التلاجة وتخليه عندك للاستخدام. لما تيجي تفتحيها تلاقي التكه كده زي اللي بيبقى جاي جاهز من بره، ان انت لما حطيتيه وهو سخن فالبخار خلاه ايه خدت التعقيمه والجفله بتاعه المصانع. اما المرحله دي اللي هي هتعبي على طول في اكياس وتشيلي. انا دلوقتي هعبي الكميه دي كلها وهرجع لك اوريكم الاكياس اللي عبيتها لي 9 كيلو، وان شاء الله في مره تاني بعمل معاكم اللي هي اللي هشيلها في البرطمانات، او اللي هشوف لو هعمل لكم كميه من دي واخليها اوريها لكم برده، هشوف وارجع لك. زي ما انتم شايفين كده يا بنات دي كميه قليله حطيتها على النار كده زي ما قلت لكم عشان اوريكم الطريقه التانية اللي هي هتتحط في البرطمانات الجزاز وتتحط في رف التلاجة ونستهلك منها او نعمل منها بيتزا او نطبخ منها. فزي ما انت شايفه كده بحطها على النار واسيبها كده. في الاول سبتها 10 دقايق على نار عاليه، بعد كده هحطها على نار متوسطه واسيبها خالص لغايه لما تتجل خالص كده وتبقى زي بتاعه المصانع. هي دي خطوه بخطوه معاكم اهو يا بنات، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده يا بنات دي الصلصه اللي حطيتها على النار زي ما وريتها لك على النار، زي ما انت شايفه تجلت ازاي. ده القوام اللي احنا عايزينه، تبقى تجيله خالص كده زي ما انت شايفه. دلوقتي هنعمل لها ايه بعد ما نزلناها من على النار؟ هنحط لها نص معلقه سكر، نص معلقه صغيره يا بنات دي كماده حافظه ليها، وبعد كده هنقلبها حلو. بعد كده نبدا بعد ما نقلبها نبدا نحطها في البرطمانات وهي سخنه كده. احنا دلوقتي بنقلبها مع بعض. السكر مش هيبان خالص يا بنات، ما تقلقيش منه. السكر ده فوائده ايه؟ كماده حافظه اولا، وثانيا لحموضه الطماطم، بيمنع حموضه الطماطم او يقللها يعني، فبيخلي الاكل يبقى طعمه حلو. فما تقلقيش منها خالص ومش بتبان يعني، مش بتبان، مش ان هي هتبقى سكر، لا مش بتبان خالص، دي نص معلقه صغيره. هنبدا دلوقتي نعبي مع بعض. احنا جايبين برطمان كده ومعقمينه ونضيف، نبدا نعبيه كده وهو سخن. حبه الكميه كلها وارجع لك عشان ما اطولش عليكي. كده يا بنات عبيت الكميه كلها زي ما انتم شايفين، والبخار طالع منها اهو. ونبدا نقفل كده، نقفلها كويس ونروح جالبين البرطمان كده ونسيبها على الرخامه لغايه ما تبرد. نفس الحكايه هنا، بخار طالع منها اهو، ونروح جالبينها. كمان ممكن نحط لها زيت. وقفي دقيقه. حلو كده. معلقتين زيت يا بنات، مش هنكتر، نحط على كل برطمان كده معلقه. دول اللي معانا معلقتين، احنا حاطين هنا على البرطمان معلقه وقفلناه كده، نقفله كده باحكام ونروح نفس الحكايه كده. اللي ده الاولاني اللي ما حطينالوش عادي، انا بقولك ان هو يعني عادي تحطي او ما تحطيش، فده احنا ما حطينالوش عادي مش هنحط له دلوقتي. ده حطينا له معلقه زيت اهو ورجعنا قلبناه كده. التاني برضه هنحط له معلقه كده برضه اهو، قافلينه كويس زي ما انت شايفه كده، ونرجع نعمله كده ونسيبهم كده لغايه ما يبردوا خالص يا بنات. تسيبيهم على الرخامه لغايه ما يبردوا خالص. بعد كده اول ما يبردوا هنروح نعدلهم كده ونحطهم في الرف بتاع التلاجة، نستهلك منهم يقعدوا معانا اسبوع او 10 ايام، مش هيجرالهم اي حاجه. ممكن كمان يقعد 15 يوم عادي مش هيجرالهم اي حاجه، لان احنا عاملينهم كده معقمينهم. انت البرطمان اللي تفتحيه تستهلكيه على طول خلال يعني كام يوم، لكن طول ما هو مقفول كده ممكن يقعد معاكي ان شاء الله شهر في التلاجة. لكن لو استخدمتيه على طول تستخدميه لغايه ما يخلص معاكي عشان ما يبص منك خساره. وده الطماطم دي تقعد عندك من السنه للسنه في الفريزر زي ما انت شايفه. 9 كيلو عملوا لي اعدلكوا كده 11 كيس. كيس كبير يا بنات، لان الطماطم دي كمان مركزه، بيعتبر الكيس يعتبر كده كبير خالص انها تخففيه بشوربه وكده. فبيبقى الكيس كده تجيل يعني يطبخ طبخه كامله. وممكن كمان لو هتعمل كميه اكبر ساعتها تحطي كيسين، بس انا بالنسبه لي الكميه دي مناسبه، كل واحد يعمل على حسب استهلاكه. عملوا لي 11 كيس وعملوا لي 3 برطمانات من اللي هو بتاع المربى. كل ده بكام؟ زي ما قلت لك ب9 كيلو يعني ب30 جنيه.
الايام الغلا دي يا بنات لازم نوفر وندبر. فزي ما انتوا شايفين 11 دول يعملوا لي 11 اكله، غير التلاتة دول يعملوا برضو كذا اكله. يعني شوفي احسبيهم انت، شوفي هتوفرت قد ايه. كل ده من 30 جنيه بس. اتمنى تدعموني باشتراك ولايك. سلام عليكم.